لميس الحديدي تفتح النار على السيسي وحكومته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن أكد السيسي في عدة لقاءات بالصوت والصورة وفي تغريدات له على صفحته الشخصية بالفيسبوك وإكس تويتر سابقا أنه استطاع أن يحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر التي كانت تحدث في عهد الرئيس الراحل الذي انقلب عليه محمد مرسي، وذكر في لقاء له أنه حل المشكلة قائلا: إحنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده. ولكن الأزمة تجددت مرة أخرى حيث تم قطع الكهرباء بأوامر مباشرة منه لمدة ساعة في العام السابق، وزادت بعد ذلك إلى 2 ثم إلى 3 ساعات وفي بعض المناطق إلى 4 ساعات، مما أدى إلى مشاكل كبيرة بين المصريين، حيث توفي عدد كبير جدا من المصريين على مدار السنة والسنوات السابقة بسبب انقطاع الكهرباء وهم داخل المصاعد الكهربائية، كما أثر على حركة البيع والشراء مما أدى إلى إفساد المنتجات بداخل الثلاجات. كما يعاني المصريون حاليا من موجة حرارة عالية لا يستطيعون فيها أن يعيشوا مع انقطاع الكهرباء. وفي ظل هذه الظروف شنت الإعلامية المقربة من نظام السيسي لميس الحديدي حملة شرسة على السيسي وحكومته بسبب انقطاع الكهرباء الذي وصل إلى 3 و4 ساعات، وذلك عبر عدة منشورات على إكس تويتر سابقا، حيث قالت في منشور لها: يعني إيه قطع كهرباء 4 ساعات في حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟ في ناس كبيرة لا تتحمل، ناس عيانة طلبة بيذاكروا، وناس بتتعلق في المصاعد. حتى الناس العادية دي أبسط حقوقها الكهرباء، مش رفاهية، ده حق المواطن ودور الدولة. الناس أهم من أرقام الموازنة الصماء بتاعه الفائض الأولى. وأضافت في منشور آخر: ما تقولوش الفلوس كلها راحت سداد ديون، لأننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الأجنبية، وده أحد أسباب نقص الغاز. الفلوس اتصرفت فين؟ عاوزين إجابة، ده حقنا. وليه ما كانش عندك أي تخطيط أصلا لنقل الغاز؟ وبلاش بقى قصة موجة الحر المفاجئة، لأنك بتقطع الكهرباء في الحر والبرد. وأردفت في منشور آخر: هو في حاجة أنا مش فهماها أكيد، منين زيادة الاحتياطي ومنين زيادة مدة تخفيف الأحمال 3 ساعات وتخفيض ضخ الغاز لمصانع الأسمدة حتى توقفت؟ في حاجة في المعادلة مش مفهومة. هو في فلوس ولا مفيش؟ ولا في فلوس مش الأولوية الغاز للكهرباء والصناعة؟ لغز غير مفهوم. ثم هاجمت رئيس الوزراء قائلة في منشور آخر إلى رئيس الوزراء المشغول بتشكيل الحكومة: في فلوس أهو لاستيراد الغاز غير فلوس رأس الحكمة، صندوق النقد، استثمارات الأجانب في أدوات الدين 30 مليار دولار. ليه مش بنستورد غاز للكهرباء بدل بهدلتنا؟ ثم تحدثت عن تأثير انقطاع الكهرباء لمدة طويلة على طلاب الثانوية العامة، حيث قالت: قطع الكهرباء مع موجة حر شديدة، قلبي مع طلبة الثانوية العامة، هيذاكروا ازاي وامتى وهيعملوا ايه في الامتحان؟ نسيت، كل طالب يدخل بمروحة ستاند معاه طبقا لتوصيات وزير التعليم. يعني الأهالي يدفعوا طول السنة سناتر ودروس ومراوح للامتحان. تحبوا نجيب الديسك كمان؟ ربنا يكون في عون طلاب الثانوية العامة. وشنت لميس الحديدي هجوما حدا على وزير التربية والتعليم قائلة: وزير التربية والتعليم خلال جولته قال: ولي الأمر اللي عايز يدخل مروحة يدخلها. هل الآباء هيصرفوا دروس خصوصية وسناتر ومراوح؟ ده شيء غير منطقي، ده دور الحكومة والوزارة. وأنهت منشوراتها بمنشور عن قطع الكهرباء في بورسعيد، وقالت: لو بورسعيد بتقطع الكهرباء فيها 4 ساعات، محافظات الصعيد بتقطع فيها كم ساعة؟ قطع الكهرباء يعني قطع المية، يعني قطع التليفون والإنترنت وخراب الأجهزة الكهربائية. مين هيعوض الناس عن كل ده؟ وفي النهاية فين أفق الحل؟ لازم نعرف ده حقنا. ثم فين الطاقة الشمسية؟ وفي سياق متصل: حكومة السيسي تقرر قطع الكهرباء 3 ساعات بدلا من 2 ساعات، وغضب واسع في مصر. أعلنت حكومة السيسي اليوم الأحد عن زيادة فترة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية في يومي الأحد والاثنين فقط، لتصبح 3 ساعات بدلا من 2 خلال هذين اليومين. وقالت وزارة الكهرباء والبترول في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك إنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة الموجة الحارة
شديدة الارتفاع وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فستتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لساعة إضافية. وأوضح البيان أن ذلك يأتي من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وتسبب نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية المصرية في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات بحسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات للبورصة المصرية. ووصل استهلاك الكهرباء في مصر الأحد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 36 ألف ميجا وات بحسب بيان صحفي لوزارة البترول. وزادت وزارة النفط كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء بنسبة 19% لتصل إلى 110 ملايين متر مكعب، فضلا عن 25 ألف طن مازوت. وأكدت مصادر صحفية أن زيادة مدة التخفيف ل3 ساعات جاءت نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تعاني البلاد خلال الفترة الحالية، ما أثر على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي وصلت إلى 13 مليون متر مكعب فقط، في حين يلزم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء توافر 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد في توليد الكهرباء في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية بحسب حكومة السيسي. وبدأت القاهرة في قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا في صيف 2023، وزادت المدة إلى 2 ساعات مع بداية هذا الصيف. وتسعى الحكومة لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في آذار مارس الماضي. ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود في آذار مارس، كما أنها زادت سعر الخبز المدعوم ب4 أمثال في أول يونيو. وفي 9 من حزيران يونيو الحالي طالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي ريهام عبد النبي باستثناء محافظة أسوان في صعيد مصر من سياسة تقنين الكهرباء التي تتبعها الحكومة لتخفيف الأحمال، وذلك بعد وفاة 40 شخصا خلال 4 أيام بسبب تلك السياسة. وفي سياق آخر، كوارث الملء الخامس لسد النهضة على مصر التي يتجاهلها السيسي على طريقة نعامة بلا أوراق ضغط ولا اتفاق ملزم، تدخل إثيوبيا مرحلة الملء الخامس لسد النهضة بلا أي مخاوف أو ضغوط من الأسد الورقي المعروف بالسيسي، متجاهلة كل المطالب المصرية بالوصول لاتفاق قبل تشغيل السد الأضخم في العالم، والذي يحرم مصر من أكثر من نصف إيراداتها المائية المتفاقمة بفعل التصحر والجفاف الذي يضرب البلاد. وقد تحولت أحاديث السيسي المتكررة عن أن الأسد العفي لا يأكل طعامه أحد لنكات لدى الإثيوبيين ولدى شعوب ومسؤول العالم، وهم يرون الأسد بلا أنياب وبلا صوت، يشاهد مأساة بلاده الكارثية الحالية والمستقبلية بلا حراك أو مجرد تهديد أو حتى صوت عال لردع إثيوبيا أو حتى إرباكها عن مسارها المنفرد والمتسلط، والذي لا يراعي أي قيم أو أعراف دولية أو قواعد. ومؤخرا أظهرت صور الأقمار الاصطناعية استعداد إثيوبيا لعملية الملء الخامس لسد النهضة وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر ذلك على إيراد مصر من مياه النيل بشكل كارثي، في الوقت الذي لا تجد فيه القاهرة أي أوراق ضغط سياسية لمنع أديس أبابا من إتمام تشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن عدم الإضرار بمصر. وبحسب وزير الري السابق محمد نصر علام، فإن العديد من النتائج الكارثية لعملية الملء الخامس لسد النهضة تلوح بالأفق، خاصة إذا تزامنت مع موسم جفاف، قائلا إن عملية الملء الخامس لسد النهضة قد تكون مواكبة لموسم جفاف وعندها ستكون كارثة ولا بد من منع الملء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل ذلك سوف يتضح خلال 4 إلى 6 أسابيع.